السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس شيخ من مشايخ اليمن، واليوم هشام شرف. التقطع للناس واستهدافهم في الطرقات هذا ليس عمل دولة بل عصابات. تتهموننا بأننا ميليشيا وأننا إرهابيين وأننا مدري كيف، وأنتم تمارسوا العنصرية والإرهاب والإجرام بكل تفاصيله. هذه اليمن بلادنا، ما هي حق أبدكم. من حق أي مواطن يمني أن يذهب أينما يشاء وأن يشاء وأن يتنقل بين المحافظات كيفما يريد. ما هذا البلوى عليكم؟ ما هذا البلوى على هذا الشعب؟ ما هو هذا الجنان؟ إلى متى سنظل في هذا الدوامة؟ يا جماعة خلاص نسمع هذا الكلام، ما ينبغيه ولا يجوز. خلاص مجرد ما أنه كان مع حكومة صنعاء قامت القيامة، مع أنه كان محسوب على علي عبد الله صالح. هشام شرف محسوب على علي عبد الله صالح، مش أنتوا حلفاء أنتوا طارق؟ ما هذا الكارثة على الشعب هذا؟ ما هذا البلوى اللي حلت؟ من بديتم؟ من عرفتم؟ ورجع يقول لك ليش أيدتوا حكومة صنعاء؟ يا سلتوح، حكومة صنعاء بتداعيكم مداعاة، تقول لك اقبل، واستقبلوك، فعلوا لك زفة وفعلوا لك مقام، فعلوا لك قدر. عاد إلى وطنه وهذه بلادك. رجع لا صنعاء ما هي بلاد حاد، بلادك. سير عدن بلادك. أنتم تتصرفوا كعصابة وصنعاء تتصرف كدولة. هذا هو الفرق، إنه صنعاء تستقبل العائدين، من يريد أن يعود يعود. أصدرت عفوها العام، فتحت خط ساخن للمغرر بهم، قالت لهم عودوا بلادكم، من يشتي يعود نسق له يرجع يعود. وأنتم ما يسمى شرعية، وأنتم معترف بكم ومعاكم علاقات دولية وسفراء في كل الدول، وأنتم دولة راعية للجميع. أي مواطن يخرج من مناطق صنعاء بهذا الاتجاه خلاص جاء له صورة في أي فعالية ولا في أي وقفة، اختطفتوه، عذبتوه. ما هذا الكارثة؟ ما هذا الجنان؟ عيب. ما هو يا حسين؟ هذا جنان، هذا جنان، هذا هدار. هذا هدار صدق. ما هذا البلوى على هذا الشعب؟ طيب أنتوا دولة، أنا الشيف اللي التاولة الميليشيا، أين سي؟ أين سي؟ يا سلاتيح تصرفوا كدولة عليكم من غضب الله. رجع قال ليش يأيدوا صنعاء؟ ليش يأيدوها؟ أمن وأمان واستقرار وتقول الوطن للجميع. في صنعاء اشتراكي، مؤتمر إصلاحي، سني شيعي زيدي صوفي، ما حد يكلمك. وانتم عنصريين وتتهمونا بالعنصرية، مناطقيين وتتهمونا بالمناطقية، ميليشيات وتتهمونا نحن ميليشيات. هيا بالله عليكم، من هم الميليشيات اليوم؟ ما ذنبه هشام شرف؟ ايش يصير يتعالج؟ ما ذنبه؟ ما دخله؟ عليكم غضب الله، عليكم غضب الله، عليكم غضب الله.